وصفة سريعة كده عملتها لكم النهاردة. بجيب الأول طاسة كبيرة، معلقة كده من الزبدة أو السمنة المتوفرة عندكم. بكون محضرة 2 من البطاطس متقطعين مكعبات، وبشوحهم كده في قلب الزبدة لمدة بس كده 5 دقايق. بعد كده بنزل عليهم بالبهارات، عبارة عن نص معلقة من كل حاجة: بابريكا، توم باودر، بصل باودر، حبة ملح صغيرين، بهارات بيضة، وطبعا نص معلقة صغيرة من الكمون. بقلب بقى كويس البطاطس كده لغاية ما تتحمر تحميرة حلوة كده، بسيبها شوية لمدة 5 دقايق كده مع البهارات دي. هوريها لكم دلوقتي. بكون مقطعة كده، عدت 5 دقايق، بكون مقطعة حوالي طماطمتين صغيرين، فلفل أخضر، فلفل رومي، فلفل حراق المتوفر عندكم، قطع صغيرة كده. وبشوحهم في قلب البطاطس مع ربع كوباية من المية، وبسيبهم يستووا على نار كده هادية. أول ما البطاطس أحس إنها استوت، دخلت في السوا زي ما انتم شايفين كده، بنزل ب4 بيضات المتوفر برضو عندكم. بكون مقلباها كويس وحط عليها حبة بهارات ملح فلفل، وبنزل بيها كده وبسيبها دقيقتين 3. وبعد كده بنزل عليها بجبنة موتزاريلا، وبغطيها لمدة 5 دقايق. وكله بقى أحلى طاسة، سهلة وسريعة وطعمها روعة. لو الوصفة عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناة.